اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده الزمالك بيكسب المصري 3-0، اداء ونتيجة وحاجة مفيش احسن من كده، وبنتصدر قائمة الدوري المصري. على قد ما الماتش فيه فنيات كتيرة وفيه حاجات كتيرة قوي نتكلم فيها، الا اني عايز اعمل حلقة لوحدها عن التحكيم بس. بجد كان حاجة النهارده مستفزة قوي قوي قوي، ان انا بقى قاعد كسبان ورغم كده متعصب. ليه الحكم يوصلني للدرجة دي؟ ليه كمية الاخطاء دي؟ المشكلة انها كمان بتحس انها متعمدة، لان هي بتبقى حاجات واضحة جدا 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 جنب اللاين مان او جنب الحكم نفسه، وشايفها بعينه وتلاقيه بيدي خطأ عكسي عليك انت، او كور فيها انذارات كتير قوي بيتغاضى عنها. زي دغموم مثلا النهارده ممكن كان ياخد 3 4 انذارات، باهر المحمدي كان ممكن ياخد 3 4 انذارات، عندك برضو هاشم ده برضو نفس الكلام. الضربات الركنيه كلها بيخشوا بطريقه غريبه جدا، بيمسكوا اللعيبه ما اللي هو ما حدش هيخش منطقه الجزاء. طب ما هو ده ايه ده؟ ما هو المفروض اللعيب اللي يبقى ماسكني، يعني المدافع لما يبقى ماسك كده، لا لازم ياخد انذار، لازم ان هو يتعاقب على الفعل ده. مره ماشي بتنبه، مره تانية بتنبه، بس بعد كده لازم انذار. يعني ايه ان انت عمال تنبهه تنبهه تنبهه، بعد كده تقول لي لا خلاص العب؟ ما انا كلمته. يعني ايه كلمته يعني؟ ما هو ده اصلا اللي خلى الونش برضو المره اللي فاتت عمل طرد، وانا هنا ما بدافعش عن الونش خالص، الونش اكيد غلطان. والنهارده حسام عبد المجيد كان اذكى منه بكتير قوي. يعني لما تبقى خسران وده بيحصل معاك، ده بيوصلك لحاله انت في الاخر ممكن ما تمسكش نفسك وتلاقي نفسك بتعمل خطأ زي ده. وكان وارد جدا حسام عبد المجيد النهارده يتنرفز في اي لحظه ويضرب اللاعب برضه، لان الحكم مش بيحميك. طيب نبعد بقى عن التحكيم ونخش شوية للفنيات. النهاردة لما بدأنا بآدم كايد وناصر ماهر، الناس كانت خايفة، وأنا بصراحة كنت قلقان شوية من فكرة إن الاتنين مستواهم البدني مش بيعجبني، لياقتهم مش أحسن حاجة. فهنعمل إيه بقى كده في الشوط التاني؟ وكمان المصري بيضغط عالي وعنده لعيبة هجومية جامدة جدا وبيمسك نص الملعب أصلا. فإزاي مع ناصر ماهر وادم كايد وعبد الله السعيد واخوان بتسيرا هتعرف ان انت تمتلك نص الملعب اصلا وتبادر انت وتهاجم؟ طب ازاي حتى هتتراجع وتدافع بيهم وهم برضو مش افضل امكانيات دفاعيه؟ فكنت شايف ان ماتش زي كده صعب قوي ان انت تلعب باللعيبه الكويره كلها من بدايه الماتش. كنت لازم تبدا مثلا الاول بصلاح مصدق مثلا مع دونجا، وجنبهم عبد الله السعيد على سبيل المثال. ده اللي انا كنت بفكر فيه ومتخيل ان كان ممكن يحصل، لكن فيريرا فاجئنا النهارده بالتشكيله اللي بدأت. وعلى عكس المتوقع، لا الحمد لله لعبنا ماتش كويس جدا وكان الاداء كويس جدا. المصري راح علينا بهجمات خطيره، بس الزمالك ما كانش ساكت، الزمالك عمل هجمات كتيره جدا خطيره، وكان في جمل كمان بتتعمل بشكل حلو قوي. يعني في مثلا الكوره اللي هي عدي الدباغ كان دايما بيسبق المدافعين ويسرقهم فجاه كده، والكوره تتلعب له من وراهم، ومحمد اسماعيل كان بيعملها له حتى بشكل مميز قوي، وباين عليه لعيب فعلا مميز جدا. وان شاء الله كمان مع الماتشات اللي جايه ينسجم اكتر واداؤه يتطور قوي مع الفريق. نيجي بقى للجون الاول اللي بجد يشكر عليه قوي 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 عدي الدباغ، والمجهود اللي بذله في الجون ده يا جماعه مش طبيعي. فكره ان الكوره تتلعب له وحش بس ما يقفش مثلا يشوح لزميله، او اللي هو يعمل له كده ويقف مكانه او كده، لا فكره ان هو لا الكره مش بتاعتي بس هروح واقاتل عليها. ودي ما كانتش مره مثلا والسلام، لا ده هو كل مره بيعمل كده. لعيب بجد بيعجبني قوي قوي في الملعب، انه دايما على كل كوره لازم يروح يقاتل عليها وكده، ومش لعيب بيستسلم بسهوله في الملعب. راح وحاول عليها وخدها، وبعد كده لما حتى راحت لناصر ماهر واداها لادم كايد، وادم كايد عشان فعلا لعيب بلاي ميكر برؤيه ممتازه بيوصل الكوره لناصر ماهر اللي بيفوتها برضه عدي الدباغ، عشان يبين لنا انه لعيب فاهم كرة كويس قوي، مش مجرد الكرة جايه انا هاخدها انا وخلاص واطمع فيها. بجد هنا لو كان استلمها كانت الكرة اصلا ماتت، لكن هو احياها بان هو فوتها وطلع فاهم اللعبه ان هي رايحه لحد ناصر ماهر. ناصر ماهر للاسف انا ما بيعجبنيش فيه القرار الاخير، وهنا فعلا قرار ناصر ماهر ما كانش افضل حاجه. انا حسيته لعبها على المغمض شويه وراحت خبطت ورجعت في الاخر، لولا برضو ان عدي الدباغ لسه في اللعبه ولسه قاري الجيم ولسه برضو مكمل وبيقاتل، هو اللي لمس الكوره وخلاها تدخل وسجل الجون الاول. فشابوه بجد لعدي الدباغ. نيجي بقى للجون التاني اللي اخوان بيتزيرا بيعافر مع الكورة وبيكلفت اللعيب كده وبيضحك عليه، وبيبدأ ان هو يبصيها بطرف رجله كده
لعمر جابر اللي بيفنشها بشكل حلو قوي بوش رجله الخارجي. وبالمناسبة الجون ده يستحقه قوي عمر جابر، لانه صبر كتير قوي الفترة اللي فاتت، وعشان هو فعلا لعيب محترم جدا وراقي جدا جدا جدا. لاعب زي عمر جابر ده الحمد لله انا من الناس القليله قوي قوي اللي ما هجمتش عمر جابر حتى في الفتره اللي فاتت اللي كان الكل حرفيا بينهش في لحمه. وانا بجد كنت متضايق قوي ان في ناس كتيره بتيجي على عمر جابر. مش معنى ان انت خلاص جبت باك يمين تاني ان انت خلاص تيجي على الباك اليمين بتاعك اللي كان السنه اللي فاتت مستواه كويس جدا على فكره، وبرضه بدأ الموسم يعني يمكن مش افضل حاجه، لكن هو ممشي لك الدنيا. وحتى لو بارون ده لما يحصل له اي اصابه لا قدر الله او اي مشكله تحصل له، ما هو هتلاقي في الاخر عمر جابر اللي نازل وهيشيلك برضه. فما ينفعش تيجي على لعيب عندك بالشكل ده، خصوصا لو هو طول عمره محترم ولا بيعمل اي مشكله. فوارد جدا ان انت مستواك يقل بعض الاوقات ومستواك يزيد تاني، ده عادي جدا في الكوره. اي لعيب عموما مستواه معرض للانخفاض في اي وقت. فيمكن ده جون لانصاف عمر جابر من عند ربنا كده، ان انت الفترة اللي فاتت استحملت كتير قوي، فربنا كرمه بجد النهاردة بالجون ده. نيجي بقى للجون التالت اللي كان لازم برضو ربنا ينصف بيه عبد الله السعيد، اللي من اول الموسم عامل حرفيا اداء ولا اروع. لاعب متكامل حرفيا، لاعب بيعمل كل حاجة في الكورة. النهاردة عبد الله السعيد كمية لمسات مبهرة، لمسات مش بنشوفها اصلا في الدوري المصري غير من عبد الله السعيد وبس. لمسات كلها ايه ده ايه ده ايه اللاعب ده، ساحر حرفيا. عبد الله السعيد النهارده كان بيعمل كل حاجه في الكوره، بيقدر انه يخرج الفرقه كلها من الدفاع للهجوم بكل سلاسه جدا. بيعرف ان هو يستخلص الكور، كمان بيعرف ان هو ينقل يمين وشمال، بيعرف ان هو يهدي رتم الماتش وقت ما هو عايز ويخلق هجمات خطيره وبيخش جوه منطقه الجزاء وبيلعب الضربات الركنيه والفاولات. لاعب متكامل النهارده. فكان لازم فعلا النهارده برضو ان هو يشوط ضربة الجزاء، وان الحمد لله تيجي وتفرق جدا جدا معانا. وكمان ان عمرو ناصر يخش بالشكل دوت ويحاول عليها، وكان لسه ليه كرة قبلها برضو بالهيد بس الحارس صدها. فكان مهم قوي بالنسبة لي برضو ان ضربة الجزاء دي تتحسب لانها ضربة جزاء، ولازم برضو انها تتسجل عشان عبد الله السعيد يستحق برضو ده. برضو مش عايز انسى بنتايج اللي عمل النهارده ماتش جامد جدا، على عكس الماتشات اللي فاتت اللي انا واحد من الناس بقى كنت بنتقده جدا وشايف ان هو مستواه قل قوي، خصوصا بنتايج اللي احنا عرفنا ان هو لعيب جامد قوي. بس كانت مشكلته ان بيلعب قدامه مصطفى شلبي، ومصطفى شلبي بيقفل على اي باك معاه وما بيخلوش يظهر اي حاجة عنده. لكن المرة دي لا، انت ما عندكش حجة، الحمد لله بقى عندنا لعيبة كويسة تقدر ان هي تساعدك شوية، والدنيا اتحسنت لقيناك انت اللي وقعت. فكان في لوم كبير قوي عليه، لكن النهارده الحمد لله بنتايج لا بيرجع لمستواه وبيثبت ان هو لعيب كبير قوي قوي قوي. وكان قافل على دغموم طول الماتش، دغموم اللي كان ممكن يطرد بجد في اكتر من لقطة. كمية كور عمال بيشد ويضرب بالكوع ويلمس الكرة عن عمد، يعني رافع ايده عشان يلمس الكرة. كل اللقطات دي ازاي ما فيهاش انذارات؟ مش عارف، لحد ما خد انذار في اخر الماتش كان زمانه بجد اتطرد من بدري قوي. بس بالنسبة لي أهم حاجة إن إحنا الحمد لله خدنا ال3 نقط وتصدرنا الدوري، وكان ماتش مهم جدا جدا إن أنت ترجع بيه تثبت إن أنت لا إن أنت السنة دي جاي فعلا تنافس على الدوري وما عندكش خوف من أي فريق، وإن أنت ضد الفرق الكبيرة بتكسب. أنت كسبت سيراميكا ومودرن وكسبت المصري، والمصري بالنسبة لي يمكن هو أفضل فرقة بتلعب كورة حاليا في الدوري. فلا بجد كان ماتش مهم جدا إن أنت تكسبه، والحمد لله إن ربنا وفقنا فيه. طيب ننهي بقى بتقييمي كده للعيبة اللي شاركوا النهاردة. محمد صبحي 9/10، لأنه بجد النهاردة زي الماتشات اللي فاتت بالظبط. صبحي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اتحسن واتطور كتير قوي قوي قوي. وكان في كورة النهاردة شالها كانت بجد خطيرة جدا جدا جدا، غير باقي الكور طبعا، بس دي بالنسبة لي كانت واحدة من أهم الكور اللي شالها. عمر جابر 9/10، لاعب بجد النهاردة عمل كل حاجة دفاعيا وهجوميا، قدر ان هو كمان يسجل جون، وغير كده عمل مجهود حلو قوي قوي في ناحية اليمين. حسام عبد المجيد 8/10، محمد اسماعيل 8/10، وده كويس جدا بالنسبة لواحد لسه اول ماتش ليه مع الزمالك. يعني بجد ان هو قدر يستحمل الضغوط والماتش اصلا قوي وصعب، فبجد شابوه لمحمد اسماعيل.
بنتايج 9/10 لأنه برضه لعب ماتش جامد جدا على واحد من أفضل الوينجات في الدوري وهو دغموم. دونجا بالنسبة لي 8/10 لأنه كان برضه مؤثر جدا وكان مهم جدا النهاردة. لكن مشكلتي مع دونجا حاجة واحدة بس، هي إنه السنة دي اتحسن بس مستواه البدني أو لياقته البدنية قلت. أنا مش فاهم إزاي بلاقي دونجا عند الدقيقة 65-70 كده بدأ يفصل مننا، وبدأ ما يكونش في نفس الحالة اللي كان بادئ بيها الماتش كتركيز وكضغط وكل حاجة. بصراحة بلاقي مجهوده قل قوي، والمفروض ان اكتر حاجة بتميز لاعب الارتكاز الجيد هي اصلا لياقته البدنية. فانا مش فاهم ايه المشكلة اللي عند دونجا حاليا. اما عبد الله السعيد فياخد 10/10 مستريح جدا. لاعب حرفيا بيعمل لك كل حاجة في الكورة، وانا شايفه واحد من اهم الاسباب اللي خلتنا نكسب النهاردة الماتش ده بعد توفيق ربنا طبعا. ناصر ماهر 8/10. يمكن ناس كتيرة ممكن تقول لي لا ده كان افضل لاعب او كده، بس انا بصراحة لا، انا بشوف ان هو ناصر ماهر عنده احسن من كده بكتير. ناصر ماهر كتير قوي قوي بيعمل الصعب، بس بيجي عند القرار اللي المفروض السهل جدا بينفذه غلط، بينفذه بطريقة انا بشوفها فيها رعونة او فيها استهتار او اللي هو تعالي شوية على الكورة، ودي حاجة وحشة قوي. دي حاجة وحشة جدا لانها ممكن تخليك بسهولة قوي تفقد فرص كده ما ينفعش ان انت تفقدها، خصوصا لو بتلاعب فريق قوي او لو بتلعب مثلا في مراحل اقصائية او كده. ده بجد هيبقى مشكلة قوي قوي قدام. ادم كايت 7/10. عمل اسيست حلو قوي قوي او كي باس يعني في الجون الاول، الكرة اللي هو اداها لناصر ماهر، وناصر ماهر بعد كده لعدي الدباغ وجابها جون. بس ادم كايت بالنسبة لي لياقته البدنية برضو مش افضل حاجة، وكمان كوينج ما عندوش حلول فردية خالص. بس يمكن برضو عشان مش متوظف في المكان اللي هو المفروض بيلعب فيه. هو المفروض ان هو يلعب برقم 8 او يلعب رقم 10 اصلا، فيمكن برضو المركز ده او التوظيف ده ظلمه شوية. بس هو انا شايف النهاردة على اللي عمله يستحق 7/10. ان شاء الله بعد كده لما يتوظف 8 او 10 نقدر نحكم برضو عليه بشكل افضل. عدي الدباغ 8/10 لانه برضو زي ما اتكلمنا عنه بيقاتل كتير قوي على الكور، وقدر ان هو كمان الحمد لله النهارده يسجل اول هدف ليه مع الزمالك. وده كان تقييمي للعيبة الزمالك النهارده، والحمد لله على ال3 نقط. مبروك لكل الزملكاوية وعاش الزمالك، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تصلوا على النبي في الكومنت وتعملوا لايك. عاش الزمالك.